كنتش انا ما كنتش من اول يوم اصلا. لا هو مش بيقولها ليك، هو بيشجع. انا كنت من قبل الثوره مع الثوره. انا كنت من 10 سنين قبل الثوره مع الثوره. وده الاجابه الصحيحه، لكن من اول يوم مع الثوره ده كلام الحقيقه ممكن هو يقوله او ممكن اخرين يقولوه، لكن انا بقول انا كنت من 10 سنين قبل الثوره مع الثوره. وانا ما بقدمش نفسي بعلاقتي بالثوره، انا بقدم نفسي كمواطن مصري شريف قاتل في مواجهه هذا النظام عندما كان الكثير يعتبر مبارك اله ونصف اله. حد عنده رؤيه بيقدمها عشان يصلح بلده، عنده اجنده واضحه وبرنامج واضح ومحدد ومطروح للمناقشه مع الناس. ارجو ان يناقشني فيه. اعتقد ان فكره كل من انت فكره قديمه شويه. اذا اردت ان تعرف من انا اقرا من انا، اعرف من انا، اجتهد كي تعرف، وستعرف الكثير. ومن حقك في هذا الوقت ان تناقشني في كل ما قراته وعرفت. ما كنتش هفعل ابدا ما فعلوا باقصاء ذي العمل. وانا الحقيقه بنعد لاصدار قناه فضائيه قريبا، وحاولت اتصل بالامس بديع عبد الرحمن دعوتها للعمل معي، لكن بلغني بعد كده ان هي تعاقدت مع محطه ثانيه. برنامجنا للشباب الحقيقه برنامج موسع جدا، ما اقدرش اختزله في جمل قصيره في هل ممكن تختار وزراء شباب؟ ولكن انا بدعو انه يخش على الانترنت طبعا. لدينا رؤيه لاختيارات من الشباب، لدينا رؤيه لحل حقيقي لمشاكل الشباب. وحلولنا الاقتصاديه وحلولنا الاجتماعيه هي حلول لمشكله الشباب. الشباب مش جزيره لوحدها. لا، الشباب جزء من هذا الجسد، اصلاح هذا الجسد هو ما يعود بالخير والامل والتفاؤل للشباب. ولماذا لا يتصور محمد ان احنا نكفر عن ذنوب اخرين ارتكبوا في حق مصر حماقات؟ علينا ان نكفر عن هذه الذنوب بالغاء كل هذه الممارسات، والاداره الرشيده العادله للوطن يحتاج الى العدل. لو كل واحد فكر بطريقه محمد اعتقد ان احنا هنسيب بلدنا تغرق زي ما سبناها 30 سنه، وزي ما سبق البعض 30 سنه تغرق في بحيره من الاستبداد والفساد والجهل. مفيش حد بيرضي كل الناس، لكن المهم ان ترضي ضميرك وترضي قناعاتك. انا مش مضطر لمجامله حد، وما جاملتش حد قبل كده. كنت جاملت مبارك مثلا، اعتقد كان ممكن الكلام ده هيبقى مقبول. انا لا جاملت مبارك ولا غير مبارك ولا جاملت المجلس العسكري ولا عندي استعداد اجامل حد، خلافا لما اقتنع واؤمن به تحديدا في القضايا الجوهريه. احنا رفعنا رؤوسنا من يوم 25 يناير. بجد دي بقى محتاجه ان احنا نشتغل، محتاجه ان احنا نحقق التقدم المطلوب، ندافع عن ثورتنا وندافع عن اهدافها كي نستكمل الخطه ان شاء الله. لا، هو السؤال يعني السؤال الحقيقه غير صحيح. لان انت بتقول رؤيه، لكن انت مش معنى هذا انك الذي ستمارس كل هذه الاختصاصات. الوزراء جهات تنفيذيه تنفذ رؤيه المفروض ان تكون مقترنه برؤيه الرئيس الذي يدير هذا الوطن وفقا لرؤيه واضحه بمساعده وزراء ومسؤولين اخرين. مفيش حاجه، بالعكس. انا هقوم باللي يقدر يقوم بيه غيري، لكن بكفاءه اكتر، برشاده اكتر، وبحكمه وعدل اكتر، وده هو الاهم. مفيش حد خارق العاده، وزمن السوبرمان والمعجزات زمن مبقاش موجود يا رب.